انا من وقت ما رجعت من قطر وانا بدي انفصل، وهو اللي ما كان بده ينفصل. كل مرة يكون أنا بدي أعلن لكم على هذا الانفصال، وهو اللي ما بيقول لا وكذا وكذا وما بده هذا الشيء نعلن. بس شفت إنه عم ضيع وقتي على الفاضي، مو إنه هو يعني في شيء غير، بس لا، عم ضيع أنا وقتي. حسيت هيك على الفاضي، ما بغيتش نشرح بزاف الحوايج. المهم أنا وداك الإنسان يعني مو لبعض، مستحيل نكونوا مع بعض. عشان هيك خلاص، الحمد لله ملكي كان عارفوا هذه الأشياء قبل ما ندخل في خطوات كبيرة. بس أجيب لك فيها الخير، آمين يا رب. لا، هذا الخاتم مو هو اللي مشتري لي. علاش خليتي صاحبهم ينشر هذاك الفيديو؟ هذاك الفيديو نشر بدون خبري، انا شفته مثلكم، وشفت حتى نزل البوست ستوري انه راح يتحط فيديو، وانا كنت قايله من قبل انه ما بدي شيء يزيد ينحط علي انا ولا شيء فيه انا. بس عادي، صاحبه بده ينشر هذاك الفيديو لانه بده يوتيوب. انه شفت هلا قالت لي صديقتي لما وقفت الصوت انه في اللايف عم يقول طه عم يقرأ زكية انفصلت على زكية علنت الانفصال، قال استحي ليش هالدراما؟ ما رح جاوب، ما بدي يعمل علي فيديو يوتيوب مرة تانية واعطيه ادسنس. ما صدقت الموضوع، والله ان الموضوع حقيقي يا جماعة. شو فيكن؟ اكيد رح اضحك. ما صدقت الموضوع، ما تصدقوا. المهم انا انفصلت، قولوا لي مبروك.